السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي قناة جاتو في جاتو. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعضنا الغريبة، ناعمة جدا وطريقتها سهلة ومقاديرها سهلة. بس حابة أقولك لو أنت أول مرة تشوفي قناتي يا ريت تشتركي وتفعلي الجرس وتحطي لايك للفيديو لو عجبك. تابع معايا الفيديو للنهاية إن شاء الله هتستفيدي. أول حاجة كده في بولة هنزل بكوباية ونص كده ما يكونوش مليانين من السمنة العادية خالص اللي هي بدرجة حرارة الغرفة، دي سمنة بلدي بمقدار 350 جرام، وعليهم نص كوباية كده مضغوطة هرمية من السكر الناعم بمقدار 125 جرام وظرف فانيليا، وأقلب كده على طول كده بالمضرب اليدوي لغاية بس ما يمتزج السمنة مع السكر. بمجرد كده ما تمتزج السكر كده مع السمنة، ممكن تستخدمي زبدة على فكرة، هتنزلي بثلاث كوبايات كده مضغوطين وهرميين من الدقيق، بالظبط نص كيلو، واقلب كده بالمضرب اليدوي. بعدين انا هعين المضرب اليدوي واشتغل بايدي وهبس كده في العجينه زي بالظبط ما بتبسي الكحك بالطريقه دي لغايه بس ما تنعم معايا العجينه وتبقى طريه جدا جدا في ايدي وكمان بتلزق. انا نقلتها في صينيه كده وعلشان اعرف اتحرك ومزجتها بالشكل ده لغايه ما بقت طريه معايا وبتلزق بالشكل ده. لازم توصلي للقوام ده القوام المطلوب بتاعها. انا احطها كده في البوله واغطيها كده بكيس نايلون، تمام، وهشتغل بيها على طول. ممكن تحطيها في الفريزر اللي انت وراكي حاجه ولا حاجه، ممكن تحطيها في الفريزر وتشتغلي بيها، بس لما تيجي تشتغلي ممكن تنعميها تاني ما بين ايديكي. طريه جدا، انا هشتغل بيها على طول. الصينيه مش مدهونه بحاجه طبعا. لما بتشكليها في ايدك مش بتشقق منك ولا حاجه لان العجينه مخدومه كويس. انا هعمل الشكل العادي خالص اللي هو الساده خالص اللي هو ما فيهوش اي نقشه، يعني كام واحده كده. حابه تحطي سوداني ما فيش مشكله او اي مكسرات. انا هاخد حته على جنب كده واحطها في صينيه صغيره وهحطها في الفريزر لغايه ما تشد شويه معايا. هستخدم اللي هي القطاعه اللي هي الدائريه ديت، واي بلبله عندك تكون يعني تقدري تتحكمي فيها، وهحطها كده في الصينية على طول وهضغط فيها العجينة واطلع بالراحة. بس طبعا هتكوني معفراها بشوية دقيق عشان العجينة يعني تطلع من العجينة بسهولة بالشكل ده، واسويها كده بالراحة. برضو البلبلة انا هحطها في دقيق عشان ما تلزقش في العجينة من جوه واطلعها، بس لازم الفها الاول واطلعها بالشكل ده. يعني شكل جديد كده للغريبة على غير المعتاد، وهنعمل كذا واحدة مع بعض. اهم حاجه بتلفي البلبله عشان تطلع من معاكي وسط البلبله كده بالشكل ده. انا عملت الصينيه الاولانيه، هعمل معاكم كمان الصينيه التانية بالمكبس بتاع عجينه السكر ده. بعد ما خليت العجينه تشد شويه هعمل بس الشكل ده، بتنزل معايا على طول، بس لازم تعفريها في الدقيق زي ما اتفقنا عشان ما تلزقش معاكي. وهكبسها بالشكل ده على حرف الغريبة، تمام بالشكل ده. هنعمل كذا واحدة ولازم اضغط عليها كده علشان تلزق بكل سهولة بالشكل ده، تطلع معاكي على طول. سهلة جدا وبسيطة، يعني ما تخافيش مش هتغلبك ولا حاجة، والرسمة هتنزل زي ما هي مجسمة. ده كده الصاجين انا بعد ما دخلته الفرن طبعا بيبقى لونه ابيض، الغريبة مألوفة يعني في الرف اللي في النص لمدة ربع ساعة لغاية بس ما تتحرك منك بالشكل ده. لو عايزاها ناعمة ممكن تسيبيها 12 دقيقة. سهلة جدا وبسيطة على درجة حرارة طبعا 160. ده الشكل النهائي بتاعها. مقاديرها سهلة جدا وبسيطة ومش هتغلبك. لو عجبك بقى الفيديو ما تنسليش بقى في اللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.